حبيباتي المشاهدين، أنا عمار دبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من شو هالأسبوع. رح بلش بكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. الله يعيده على الجميع بالخير والصحة والسلامة، وتضلوا كل سنة تشوفوا شو هالأسبوع. في رمضان هل علينا رمضان وهلت معه الدراما الرمضانية بمسلسلات كتير، منها البطل والسبع وتحت الأرض وتحت سابع أرض، لأنه بين أول أرض وسابع أرض كانت كلها أنفاق لحزب الله، ومسلسل ليالي روكسي اللي شفنا منه برومو على جزئين. موت بلا سوريا. ليشك عم تحكي؟ لا، مرحلة بتقطع بلدي، ما حدا بيمنعني ادخل بلدي. يقبشني اللي بيتغمى أنا، عم تتغمي أنت يا حمارة يا كبيرة؟ طبعا هاد مو برومو ليالي روكسي، هذا برومو لبودكاست مع سلافة وخرجي حكت فيه كتير شغلات ساعدت فيها على الترويج لليالي روكسي، لأنه اللي حكته أكيد بيتصنف خيال مو حقيقة. ميس كاف لم تعتقل، هي طلبت أنها تروح تعتقل مع الناس، وحتى وراحت بناء على رغبتها، وطلبت يسجنوها بس هن احترموها وقعدت بالمكتب وما انحبست. يا أخي فعلا ميس كاف بتزيدها أوقات، هي طلبت تعتقل والنظام حباب، شو ما بدك بيعمل لك، أنت بس تطلب، لأنه مين منا ما صارت معه؟ بتكون قاعد على الصوفة ومالك خلق تروح على الفرع، قام بتقرر تطلب اعتقال دليفري. ألو من فضلك بعت لي 2 جوية و1 خطيب، ايه البناية اللي مواجه أبو ناصر السمان، بس زكاتك يجوا بالبوكس، ما بحب أقعد ورا بالأوميجا. وسلاف كان عندها عتب على مي الله يرحمها. لما بتلاقي فنان ممكن يستخدم كلمة هيك ما بتشبه الحالة الجمالية اللي عم يقدمها، مهما كان أنت عم تحكي عن ثورة، بالعكس أنت لتأثر بالناس ولا تحكي بثورة ولا تحكي بفكر، بدك تكون ألطف وأقرب. لما بتقول عن الطرف الآخر يلي ما تفطيسة، يا أخي والله ما بصير هيك، حرام. يعني سلاف معروفة قديش مشاعرها حساسة. والسيف اللي أنا كنت لازم أقطع فيه أخذته على طاولتها وقطعت فيه الجاتو، ووقفت هي و4 5 معها وعملت عيد ميلاد بعرسي، وسنة كاملة كل ما حط راسي على مخدة أنا أبكي وأدعي كبنت مو كفنان. وتابعت سلاف الرئيس الراحل حافظ الأسد يلي بنى دولة سوريا. يعني كل الناس بتعرف أنه حافظ الأسد هو باني دولة سوريا الحديثة، بمعنى بالفترة صعبة قدرنا نعمل دولة قوية بجيش قوي عقائدي. تعرفي طمنا عليكي، لأنه بصراحة تمثيلك يعني مو كتير، فهلأ ارتحنا أنه بتقدري تشتغلي أنسة قومية. لغوها. رجعنا قلقنا. مو بس نحن القلقانين، اللي قلقانين عن جد بعد هالبودكاست هن المنتجين ليالي روكسي. كمان هالسنة في مسلسل معاوية اللي كلف أكثر من 100 مليون دولار ليحتل المركز الأول كأغلى حركة جكارة بالتاريخ، بس للأسف الأزهر حرم متابعة المسلسل. فنحن بإدارة البرنامج بنقترح على MBC تدور على سوق جديد للعرض. معلم بالسوق على إيران ونحن بالشام من دبلج لكم يا فارسي. وكمان تم إيقاف إنتاج مسلسل اسمه قيصر. هالمسلسل مثل ما واضح من عنوانه بيتناول ملف المعتقلين والمغيبين قسريا بسوريا، والمسلسل من بطولة غسان مسعود. وأصدر السيد فريد المزهان اللي هو قيصر الحقيقي بيان قال فيه إنه ما أعطى الإذن ولا اتفق مع حدا لينعمل مسلسل عن القصة، وتم إيقاف العمل. طيب أنا خايف يا زاهي، أنا خايف. السبب الحقيقي لإيقاف العمل هو تمثيل غسان مسعود. والأسبوع الماضي صارت بعض القلاقل الأمنية بالقرداحة سببها استيقاظ بعض خلايا فلول النظام السابق. تحرك الأمن العام بسرعة وأطلق حملة أمنية واسعة للسيطرة على الوضع، والحمد لله الأمور رجعت رواق. كمان الأمن العام أطلق حملة أمنية لملاحقة فلول النظام بريف دمشق بجديدة الفضل. بالأمس في القرداحة فلول النظام بدأت تخرج مظاهرات سلمية على أنهم سلميين، وبدأوا بإطلاق النار على قوى الأمن الداخلي. فجر الخميس في دمشق ما عاد في رحمة منهم، راح يلاحقوا فلول النظام. هذا المشهد اللي عم تشوفه. حبيبنا ليش عم تبهدلنا؟ ندعو الأمن للسيطرة على الصحفي. نتنياهو الكلب صرح الأسبوع أنه لن نسمح بأي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا. دادا أنتو أكبر تهديد لجنوب سوريا. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. بيبي أنت بدك تحمي الأقليات؟ غلطت غلطة كبيرة، وهلأ عمو راح يشوف شغله معك. كل مرة جاي
شايلني هالأخبار تحت كتفه. الأقليات الأقليات يلعن أبوكم أبو الأقليات، ويلعن أبو الأكثريات معكم، ويلعن أبو هالبلد. وطلعت المظاهرات بالسويدة ودرعا رفضا لتصريحات نتنياهو. حتى بالشام طلعت مظاهرات. يا جولاني ويا حبيب اضرب تل ابيب. اضرب تل أبيب. معلم، إذا الحكي ببلاش مو ضروري تكتر منه. بنفس اليوم في مجموعة أعلنت عن تأسيس المجلس العسكري للسويداء. جبل العرب وسويداء القلب النابض بالحرية، يقدم المجلس العسكري مشروعه الوطني. منين عم تفرغ كل هالمجالس؟ كمان هالأسبوع طلع بيان تأسيس إقليم أوغاريت في قلب المشهد السوري المتقلب. أطلق منذ أيام بيان مثير للجدل يعلن عن تأسيس إقليم أوغاريت في الساحل السوري. البيان الذي حمل توقيع الإدارة الذاتية لإقليم أوغاريت يتحدث عن حكم ذاتي للمنطقة يشمل اللاذقية وطرطوس وجزيرة أرواد. لك أوغاريت لما كانت كازوزة ما كانت بتنشرب، وهيك فرد هبشة لاذقية وطرطوس وأرواد. خدوا قبرص فرد برا. بعدين متأكدين بدكم اللاذقية؟ تعرفوا إنه هي بيجي مع السلايبة معها. أنا بس هيك يعني حبيت أذكركم. كمان صدر بيان تأسيس إقليم إبلة. إن شاء الله ما إبلة على هالإقليم. هذا بقى بيمتد من حلب شرقا لللاذقية غربا. يعني إقليم إبلة وإقليم أوغاريت مفرخين من البيضة بيناتهم مناطق نزاع. عمو مو كل لعبة طابة بتزبطها أنت ورفقاتك بتعمل جروب واتساب جديد وبتسميه المجلس الرياضي لكرة القدم في ملعب الجلاء. والأقاليم بسوريا مو مثل جروبات الواتساب تبع العيلة، وحدة للعمات والعمام وأولادهم مع الأصهرة، ووحدة بلا الأصهرة، ووحدة بس للأولاد، ووحدة لكل العمات ما عدا عمتك سامية المجنونة. وهالأسبوع القائد المفدى زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان ألقى كلمة. هلا هو الحقيقة ما ألقى شيء، هو تصور وهو ماسك ورقة يمكن تكون منيو دليفري. شو بتحب تتغدى مسيو عبد الله؟ وقفوا وراه شباب وقفوا. خلاصة الحديث أوجلان قال لحزب البي كي كي يزتوا سلاحهم. عوفت. كشفناك يا ست نورمان، ارفعي. بس قائد قسد مظلوم عبدي قال انه حكي أوجلان مو موجه إلنا. شو بيعرفنا انه هذا عن جد حكي أوجلان؟ وصلتنا نسخة من الورقة اللي بإيده مكتوب عليها 2 كريسبي وواحدة شاورما. وهالأسبوع صار أسرع خبر بالعالم. الشارع على الأردن. شو؟ الشارع على الأردن. بس هيك راح ورجع ما حدا حس. وكمان الأسبوع الماضي طلع مقال بجريدة الثورة الرسمية بعنوان لماذا أعجبت النساء بالرئيس أحمد الشرع؟ مقال عميق ودسم منيح يعني مسقسق. مكتوب فيه مثلا: دخل المنتصر المظفر مسحوبا برجاله الوسيمين الأشداء الملثمين، فتدفقت أحاديث الناس بسيل الإعجاب والمديح لشخصية أحمد الشرع. تدفقت؟ سيل؟ متأكد أنت من هاي الكلمات؟ هلأ قد يسأل السائل إنه ليش النساء أعجبنا بالرئيس الشرع؟ أخي غير إنه بحسب المقال الكاريزما والحضور والهدوء والاتزان والذكاء وجمال الشكل وسماحة الملامح والتعابير والصدق. باختصار وضعت كل صفات الرجولة مجتمعة بأبهى صورة في أجمل إطار. غير كل هالحكي باله طويل. وكمان الأخ المبوس طلع شاعر ونفضوا قصيدة لسيادة الرئيس. كمان good listener. وفريق البرنامج حصل على تسجيل القصيدة. الدرع الحامي لك، لبيتك، لدارك، لناسك. يروح أحسن ما كسر راسك. الأسبوع الماضي كنت باجتماع مع الشرع، وأنا وطالع أخذني شخص من طرفه على جنب وعطاني ظرف فيه $2500. قلت له أنا مالي بحاجتهم، أنا بحاجة أضعافهم. عندي 4 كتاب ومصور ومونتير ومصاريف للفيلا وبنزين الطيارة الخاصة. هدول ما بكفوا أجرة جنيناتي يعني أو طباخ. فلو سمحتوا إذا ما بدكم ياني قلي على جنيناتي، دعمونا باللايك والشير والسوبر ثانكس والباتريون واللينك مثل العادة بصندوق الوصف. بيوم 12 الشهر أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوم لتشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني،
وبيوميتها تصوروا هي الصورة اللي طالعين فيها مثل اكس من لما بيكونوا ضايق خلقون. وما بعرف ليش هند قبوات لابسة مانتو أبيض بتقول هلأ خلصت دوام بمختبر التحاليل الطبية. ومن بعد هالصورة الشهيرة وبخضم بحر الأخبار اللي عم يغمرنا بلطفه كل يوم، كانت أخبار اللجنة عم تجينا بالتنقيط وهن عم ينطوا من محافظة لمحافظة، بس شي بفائل والله. يا معفن يا منتن، نخرج من هنا بس، نخرج من هنا. ايدك 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 ما تتمدش، ايدك استاذ ايه حبيبي خلصنا من بعض. ايدك شي واحد عم ينظر بالثورة بيكتشفوا انه شبيح، شي بيقلعوا واحد لانه كان عم يشجع فريق البراميل، وفي المعلم. فأي حرية راح تمس بديني أو بربي سأضع دستورها تحت قدمي. أيضا الأخ الكريم وقدمه المصون، تحية طيبة. وبعد إذا على الجلسات التحضيرية نبلش بقدمك، شو العضو اللي رح تتحفنا فيه بمؤتمر الحوار؟ يا جماعة مين عزم قدم الأستاذ؟ هي هون القصة، اللجنة ما عندها فكرة على أي أساس بتتوزع الدعوات. الدعوات في المحافظات نحن نتركها للمحافظين ومسؤولين المكاتب السياسية. نحن لا نتدخل في الدعوات التي تقدم في المحافظات. أهل المحافظة هم أعلم بمن يدعون. بس في جلسة فهمنا شلون توزعت فيها الدعوات. وكان فيها مداخلات مهمة، منها مداخلة السيدة منى واصف. شكري القواتلي لما صار الله يرحمه، لما صارت الوحدة كنت أنا مخطوبة الله يرحمه، كان ملازم محمد شريف. الله يرحمهم جميعا. مشان هيك لابسة أسود مدام منى؟ لعبد الناصر، وأنا بحبه لعبد الناصر، نحن كلياتنا في فترة من الفترات أنا بحب كنت عبد الناصر وعبد الحليم. عبد الناصر وعبد الحليم فعلا هن عرف عنهما تقاربهما الشديد في لباس. كيف بتعملوا هيك؟ تعملوا هذا الانقلاب على عبد الناصر، الانفصال، لانه هو بجماعه الاحلام كان ضد بنزورش. قال لي لانه ما كان هذا، ما كانت وحده، كان هذا احتلال، وكان العسكري يحكي مع الرتبه اللي فوقه. وشيء ثاني بيقول لانه احنا ما عندنا هي الفروقات، فراحوا كل رجال الاعمال راحوا على لبنان. عمار لساتها عم تحكي منى واصف، وين صرنا؟ 1961. شكري القواتلي شو قال له لعبد الناصر؟ لانه انا بسلمك، هذا الحكي ب 58، انا بسلمك 3 ملايين ونص سوري، نصهم زعماء ونصهم انبياء. ببشرك مدام منى، عبد الناصر حطهم كلهم بالحبس. مين قال انه بال50 سنه اللي فيه كان العهد البائد ما كانوا عم يحكوا السوريين؟ ليش السجون يلي طلعت هلا وصارت كلها مين كان فيها؟ اصحاب رأي. اي والله يا مدام منى، لا فض فوق. وفعلا يا جماعه طب غم اعلنوا انه رح يصير المؤتمر الوطني بعد تحضير دام 48 ساعه، منهم 48 ساعه مداخله الست منى واصف. وصرحت السيده هند قبوات امل الاقليات انه انجمعوا اكثر من 7000 ورقه انقروا بعنايه وتمحيص خلال 13 دقيقه اللي زادوا بعد مداخله الست منى واصف. وقالت انه ما رح يهملوا اي راي من الاراء المشاركه بما فيهم راي الاخ وقدم. وفريق البرنامج حصل على تسريب لآلية عمل اللجنة لجمع الآراء. وبعد تحديد 24 الشهر موعد لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني، توجهت الدعوات قبل ب 24 ساعة، عزيمة شامية بامتياز لرفع العتب. والنتيجة إنه في ناس كتير اعتذرت، منها سمير نشار وجورج صبرا، حتى سلافة وخرجي اعتذرت بسبب انشغالاتها. انت سدي بوزك وكلي. بس مثل ما بيقولوا if there's a will there's a way. جاء من أبعد دولة في العالم، يعني سبحان الله اللي ما بيقدر الشتاء الحيلي كما يقول الشاعر، صح؟ من فنزويلا. بقول لك قبل 24 ساعة تقريبا ما كم طيارة ركبت؟ استفدت من فرق الوقت كمان، فزاد عندي الساعات شوي. عم يقول لك زاد معه ساعات. شو عذرك استاذ جورج صبرا؟ والمؤتمر صار على يومين، لانه لشو البعزقه؟ اصلا ما بدك اكثر من يومين لتعمل حوار لشعب صار له 60 سنه ما تحاور. لك لعبه طابه بدها جمعه تنظيم.
اليوم الأول كان تعارف، إنه يعني 600 شخص رح يتعرفوا على بعض بكم ساعة. إيه أنا وأخي أكلت معنا 30 سنة تعرفنا على بعض، وبعد التعارف عملوا لهم عشاء. تعرفوا يعني إذا ما في مدخلات ما في مخرجات. وفريق الاستقصاء الميداني بالبرنامج قدر يحصل على منيو العشاء، صورتين أوزي وزبدية لبن و3 قطع هريسة. عظم الله أجركم. ثاني يوم انطلق الحوار بكلمة للرئيس الشرع، ومع انها كانت كلمة خفيفة نظيفة بس اطول من المعتاد. شكله عرف انه يوتيوب ما بيدعم الفيديوهات القصيرة، وكلمة الشرع كانت جيدة حازمة شوي، فيها رشة جولاني منعشة. أكد الشرع بكلمته إنه البلد مو للتقسيم، وحكى عن حصر السلاح بيد الدولة، وإنه ما بدنا نستورد أنظمة ما بتناسبنا، وعطى الناس الوظيفة ومشي. بس بعده طلع حبيب البرنامج، حبيب الشعب، ملك المطارات والسفرات الدبلوماسية، وزير الخارجية أسعد الشيباني، ذا جانجستر، وحكى إنه سافر كتير وكشكشنا بالمحافل الدولية، وأكد على اللي أكد عليه الشرع. بس مرقت بكلمته شغلة غريبة شوي، المملكة العربية السورية. وبعد الشيباني حكى رئيس اللجنة التحضيرية مدري شو، وخلصوا الكلمات الافتتاحية. أستأذن السيد الرئيس بالبدء بفعاليات المؤتمر، وأرجو من السيدات والسادة البقاء في أماكنهم ريثما يخرج السيد الرئيس من القاعة. بارك الله بكم. لك مو هيك يا عمو، مو هيك يا حبيبي، اتقال بنص ليرة دغري عم بتبايع. أخي معذور الزلمة، قاعد بقصر الشعب ما قدر يمسك حاله، طبل. وانطلق المؤتمر ويأمرهم الآن بالهجوم. وبما أنه ما حدا قدر يعرف شو صار بجلسات الحوار، فلنكمل الفقرة ارتأت اللجنة الاستشارية بالبرنامج أنه نستعيد بمجموعة صور لموسى العمر وهو عم يتصور مع المعازيم. نقطع الظروف، نفرح القلوب، ولنا في كل شارع صديق. نقطع المدى، لا نؤذي أحدا، نزرع الأفراح في طول الطريق. نحن فرقة تهوى الفرح، نلتجئ إلى القلب الكريم. وبعدين طلع البيان الختامي للمؤتمر وألقته السيدة هدى الأتاسي. التعايش السلمي بين جميع وغير المشروط، معايير عادلة، القانون والمؤسسات. والله متدربة منيح الخطاب. وبعدها بلشنا نسمع آراء المشاركين. باعتقادي البعض من الزملاء تعذر عليه الحضور ربما لقصر المسافة التي تم فيها توجيه الدعوات، يعني باعتقادي كان الأفضل أن تتم الدعوات قبل وقت أطول قليلا. أننا نجتمع لأول مرة في سوريا بدون وجود عناصر أمن، بدون وجود من يراقب ومن يسجل. قسم كبير من المعارضين ومن شباب الثورة الموجودين بعدهم بدول المهجر، لا في طيران مباشر ولا قادرين يوصلوا، عندهم تعقيدات كثيرة، حرموا من المشاركة، وهم يعني أصحاب حق يكون رأيهم مسموع اليوم بهذا المؤتمر. تحكي لنا اليوم عن الحوار اليوم، ايش رايك فيه؟ أول انطباعك الأولي؟ أنا بالنسبة لي بلاقيه كتير لا تقولها. 5 hours later. مقنوع الأذى، مقنوع هذا الفكر، مقنوع الخيال. أوكي. المهم بهالمؤتمر كانت المخرجات مثل المدخلات. عظم الله أجركم. خيو تعالوا نحكي كلمتين على جنب. جلسات تحضيرية برمت المحافظات، وبعدها مؤتمر حوار وطني اضرب واطرح، صاروا كلهم ب12 يوم. مو راكزة. ومن الواضح انه المؤتمر كان شكلي من تحضيراته لمخرجاته. بس لنصفي النوايا، نتمنى يكون السبب العجلة محرز، وللأمانة اللي أكلوا الأوزي قالوا إنه كان طيب. الأسبوع الماضي انتشر كتاب موجه لرئاسة الوزراء لمنع المجاهرة بالإفطار برمضان بناء على قانون العقوبات 462. ونحن بفريق العمل بما أنه كتيرين غلبة رحنا شفنا شو هالقانون، ولقينا أنه هالقانون يعاقب على تحقير الشعائر الدينية أو الحث على ازدرائها بالحبس من 2 إلى 2 والله أنا على أيامي كنا منقول له للمفطر هات إصبعتك، ومنغني له يا مفطر يا بم يا بزاء الدم. يعني القانون ما في شيء عن الصيام. أخونا يلي موجه الكتاب، ليش عم تزاود على القانون؟ لا تشلحه بيشلح لحاله الدرائي.
فريقنا ليكمل كثرة الغلبة فات على إسلام ويب مشان يشوف عقوبة الإجهار بالإفطار. طلع راس ماله أن ينصحه بالتي هي أحسن. أخونا يلي موجه الكتاب ليش عم تزاود على الدين؟ لا تشلحوا بيشلح لحاله هالدرائين. يا أخي قالوا لكم هدول جماعة إدلب جايين يعملوا دولة إسلامية. شو؟ يلي بعت الكتاب هو مدير أوقاف دمشق سامر بيرق دار شامي. لا تشلحوا بيشلح لحاله هالدرائين. وبإذن الله تعالى سترون أمورا كثيرة وكلها مسجلة وخطط اقتصادية وإعلامية وتنموية وكل شيء إن شاء الله جاهز. أول خطوة من كل هي الخطط هي معاقبة المفطر. قديش صار لك عم تخطط لهي الأفكار التنموية؟ قلت له أنا طلعت صار لي 13 سنة تغير علي نفق المواساة. هذا اللي صاير هذا الشيء اللي الحمد لله هلأ صار نفق المواساة وشوية مفطرين بالحبس. بإذن الله تعالى سترون ذلك أضعاف مضاعفة في دمشق وحلب وحمص وحما والدير وكل المحافظات السورية من درعا إلى القامشلي ومن النيترا إلى البكمال. سنلاحقهم حتى آخر مجاهر بالإفطار. رح نعمل مكتب بوزارة الداخلية اسمه المجاهرون والإفطار. بس معلش نحن ما بدنا نحارب الحكومة، بدنا نشتغل معها. رمضان بلش ونحن حضرنا لكم مجموعة نصايح بهالمناسبة. إذا كنت مسيحي البس أكبر صليب عندك وركب عليه لدات، ويفضل تكون ملونة. إذا كان معك سكري ونزل سكرك اتأكد أنه تحاليلك بجيبتك مع تقرير طبي مصدق من الدكتور. ودير بالك شرطة الآداب مو بس رح يصيروا يحملوا ماكينة حلاقة، كمان جهاز فحص السكري يلي بينشحن. إذا كنتي معذورة الصراحة فريق الكتابة 4 شباب وما طلع معنا شي هون، فنحن كمان معذورين. إذا كنت شوفير تاكسي وكسر عليك حدا بدك تقول له يا ابن العالم والناس أمك بربي يا فاضلة. امك واختك ما بيقبل ينحكى عنهم كلمة. إذا كنت تاجر بالحريقة بدك تقول لزبونك قسما بالله هي مو آخر قطعة عندي، معبى عندي منها جوا بس ماني عارضهم حتى تفكر سوقها ماشي. إذا كنت لا هي ولا هي ولا هي بس هيك ما بتصوم وخرمت على السيجارة فيك تستعمل هذا الماسك. الفكرة إنه مثل ما كلنا بنعرف إنه بيسلم الأولويات يلي في ملايين بالمخيمات وملايين ما عم تلاقي حق الخبز ونص البلد على الأرض، وعندك توتر بالشمال الشرقي والساحل الغربي والجنوب الجنوبي وملايين برا عم يفكروا إذا بيقدروا يرجعوا على البلد ولا لا. منترك كل شيء ومنلاحق المجاهرين بالإفطار ومنبعث رسالة لأي حدا إنه نحن ما بنعرف نعيش بهالبلد مع أي حدا مختلف. يعني اليوم أنا لما بدي ادخل جنة الآخرة بدي يكون عندي الحاكم والسلطة مأمنت لي حياة كريمة تعيني فيها على عبادة رب العالمين. يعني أنا لما بيكون معي $2000 ماني بتفضي عليهم بصلي صلاة أبو بكر عليه الصديق ما صلاها. ولما بيكون علي $2000 بشتم شتيمة أبو جهل ما شتمها. الأسبوع الماضي طلعت الحلقة الأولى من البرنامج السياسي الساخر هشام بروماكس اللي بيقدمه الإعلامي هشام حداد، اللي كلنا بنتمنى لو مسيرته الكوميدية وقفت عند لول. ومثل مو ملاحظين الاسم كتير كرياتيف وله دلالاته. هشام بروماكس بيحتوي على سرعة عالية من السخرية، سريع مواكبة لعصر السرعة، وبينعمل له أبديت مرة بالأسبوع. الموسيقى بالباك جراوند الله. المهم بغض النظر عن البرنامج واللي فيه، اللي لفت نظري هو العنوان: لبنان بدون الحزب، تكويع الجولاني، فضيحة الأسد. شو جولاني وأسد؟ لا 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 لا، صار بدي اتفرج. بيسرد هشام شوي عن سقوط النظام، بعد منها بيحكي عن التكويع، موضوع جديد ما تطرق له حدا من قبل أبدا، وبيقول العبارة التالية: بس ما عم بفهم أنا بسوريا شو الغريب بالموضوع؟ شو الغريب بموضوع التغيير أو شو الغريب بموضوع التكويع؟ إذا الشرع نفسه كان أبو محمد الجولاني وكوع وتحول إلى القائد أحمد الشرع. ما كملت الفيديو وضربت عيني فورا على قسم التعليقات. حبيبنا محمود _312 متكاسر ومبحوت، محمودات عم ينغلوا نغل. شي بيقول له احترم حالك لما تحكي على رئيسنا الحر المحرر. حر محرر 2 بواحد بجهاد. شي بيقول له خليك بلبنان ولا تتدخل بشؤون سوريا، والتاني بيقول له لبنان من 1976 محكوم من بيت الأسد إلى أن حرره الشرع، فضل الشرع على لبنان كبير. خلق معادلات جيوستراتيجية جديدة الأخ. وأحد المحمودات كتب وقال له من طالب منع الاستيراد والتصدير من البر مع لبنان بسبب الأسلحة والمخدرات ونعتمد على الطيران فقط. عمل مظاهرة بالتعليقات.
بس في محمود أندرسكور 312 كتب تعليق كرياتيف كتير، صباط الشرع بصلعتك. بس مو هون النكتة، تحته واحد معلق له من عمليات التجميل أكترهم صاروا يشبهوا بعض. هشام هيك بعد التجميل؟ هي مو إهانة لهشام، هي إهانة لأطباء التجميل. الشيء العجيب إنه اللي انحكى عن الشرع بالبرنامج كتير بسيط، يعني نحن حاكين قده ب3000 مرة، بس حبيباتنا السوريين صقور اليوتيوب شافوا اسم الشرع وهجموا. لك أنا بصابور زيد من ضرب سبرية بالشام كلها، واليوم يا زين يا معتول مالي صاحي، تعرف ليش؟ لأنك حرامي، لك إيه حرامي، واليوم روس كثير بدها تتكسر. راس مين بدك تكسر ولاد؟ راسك أوله لك أبو شهاب، شلته لها. أحد أصدقائي اللبناني شاف التعليقات وانذهل، استغرب هالهجوم الشرس، بس أنا والله ما انذهلت، عادي. نحن بالنسبة إلنا بشو هالأسبوع هاي روتين الصباح، لأنه حبيبنا الأشوس محمود أندرسكور 312 كرامته رقيقة وشديد العنفوان، وما بيهون عليه ينحكى على الشرع هيك، لأنه هو وياه 10 عمر، لك وهو تعرف عليه من 3 شهور. خليني أحكي لكم شو صار معي من يومين. حساب وهمي بلش يبعث لي مسجات، وهالمرة اسمه مو محمود أندرسكور 312، لا اسمه زيكو. زيكو مسجاته كلها مسبات، أب وأم وأخت ومرتك وبنتك ومن مجاميعه، عادي، أنا متعود على هيك مجانين. بس زيكو كان غير الباقيين، مغامر، اتصل فيني على الانستغرام وتوقع رد، فكروا اني ساهم معه لساعده يسفقني المسبات لايف. ذكي هالزيكو العين تحرسه. طبعا انا بثانيتين كنت مبلكه ومطلعه من حياتي، بس انه هو شو كان عم يفكر؟ وليش زيكو بيبذل مجهود وبيعمل حساب فيك وبيتصدى منه ليلي بيسخروا من شخصيات مثل الشرع وابو عمشة مثلا؟ ايه ابو عمشة عنده شبيحة كمان. قديش بدها تكون حياتك بائسة لتدافع عن واحد مثل أبو عمشة؟ وقديش بده يكون عقلك صغير لتصير حيوان لهالدرجة بسبب نكتة؟ وقديشك آكل مقلب بحالك لتفكر إنه بحياتك ما رح تجتمع بحدا بخالفك بالرأي؟ لا، وقديشك جاهل لما تعرف إنه السخرية حق. إيه زيكو؟ إيه محمود؟ السخرية حق، وجزء ما بيتجزأ من الحرية اللي نحن السوريين حاربنا كرمالها 14 سنة. لا الشرع ولا غيره مقدسين أو فوق النقد أو فوق السخرية. السخرية يا جماعة هي الدليل على قدرة الشعوب على تحليل مشاكلها، على تحليلها وتشريحها من بعد ما تشيل الهالة اللي عليها. حبيباتي، لا زيكو ولا محمود أندرسكور 312 ولا أي حدا بالدنيا رح يخلينا نوقف السخرية والكوميديا. واللي مو عاجبه يروح يعلق عن برنامج هشام برو ماكس. ما بعرف ليش الناس عم تتعامل مع كل شيء هيك بهالبساطة. أخي ما بدها، أمورنا بخير. هاي تركيا رح تزبط النقل، قطر البترول والطاقة، السعودية إعادة الأعمار، إسرائيل بتبعبع شوي وبتسكت، أوروبا وأمريكا رح يرفعوا العقوبات وعير للبلد كم سنة وشوف وين بتصير. أو في جماعة أخي خالصة البلد راحت، شعب ما بيلبقله، اجوا الإرهابيين يحكمونا، إسرائيل صارت بالشام، صرنا تابعين لإردوغان، البلد مفلسة والصناعة الوطنية انتهت. بس الوضع بالحقيقة شوي أعقد من هيك، شويها. نحن فينا نتعامل مع حالنا كشعب عمره السياسي 2.5 شهر إذا اعتبرنا بلشنا نمارس سياسة من وقت ما سقط النظام. شوفوا رح نجربها قدامكم. انتي زعرة، انتي زعرة تحررتي، انتي سقطتي نظام، انتي يا باح يا باح، يا ايدين الشعب يا مناح، كانت تحرير الشام عم تتصدى، قام سقط النظام بعدها، وهي أردوغانو وهي بوتينو وهي ترامبو وهي بن سلمانو وهي تميمو ونتنياهو بأرض الدار، نتنياهو بأرض الدار، وقري قري 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 قري. يمكن لازم نرفع سوية الخطاب شوي. شوفوا يا شعب يا بطل، شوفوا، الطائفية كخ، المواطنة دح، السلاح أح، والدولة لازم تحتكر الددي. عنا مشاكل مبو بكل سوريا، مو ملاقيين نيني ناكل هم، في عو على الحدود. إذا ما درنا بالنا على بعض حبيباتي كلنا منروح باي. في سبب إن نحن منحب نبسط الأمور، لأنه مو متعودين نقول كيف بدنا نروح، طول عمرنا متعودين نقول لوين بدنا نوصل. بدنا حرية، بدنا عدالة، بدنا إسقاط نظام. بس هالشي مفهوم لأن النظام كان دائما هو العائق اللي مسكر كل الطرق، ولا مرة كان مسموح ننتقل للخطوة الثانية يلي بعد الأمنيات. هلأ الوضع اختلف،
ومعظمنا متفقين انه بدنا عدالة انتقالية واقتصاد قوي وحرية ورفع عقوبات و مثل ما كان واضح بمخرجات المؤتمر الوطني يلي ما في 2 سوريين بيختلفوا عليها. لكن على شو كل هالخلافات؟ الخلافات هي على الكيف. كيف الحرية والدين ما بيتعارضوا، كيف العدالة الانتقالية والسلم الأهلي كمان ما بيتعارضوا، كيف بترتفع العقوبات، كيف نوصل لاقتصاد السوق الحر بدون ما يكون على حساب الفقراء. بعتقد حاجة تبسيط، حاجة كخ ودح وأح. صار وقت نبحث وندور ونفهم. إذا عم تسمع هالحكي وبراسك أجوبة جاهزة، أنا والله بحسدك. أنا ما عندي أجوبة جاهزة، ويمكن الحكومة كمان ما عندها أجوبة جاهزة، وبهي الفترة معليش. المهم أنه نكون كلياتنا صادقين مع حالنا تجاه التناقضات، حتى لو الأجوبة لساتها بدها وقت وتجربة لتبين. أنا عمار دبا، وهذا كان شو هالأسبوع. استنوني بشو الأسبوع الجاي.